كارثه في باسكت الاهلي، كل حاجه بتحصل، كل لعيبه مشيت، كل اجراء بيتم بيقول لك ان احنا داخلين على موسم للنسيان في باسكت الاهلي، موسم هيرجعنا 4 5 سنين لورا قبل الجيل الذهبي للاهلي. الاهلي الفريق تقريبا اتفضى، الاهلي هيخش بنواقص كتير، الاهلي ما عملش ولا صفقه. انسى دوري السوبر، انسى انك هتنافس على البال، انسى اي حاجه السنه الجايه من فريق الباسكت. اخرك لو زقيت قوي المرتبط عشان فريق المرتبط هو اللي هيجيبه لك بمعجزه، غير كده موسم صفري لا محاله لو فضلنا مكملين بالمنظر ده. مساء الفل، عاملين ايه الاخبار؟ يعني كنت اتمنى عودتنا لفيديوهات الباسكت والعاب الصالات تبقى باخبار كويسه، تبقى بروح عاليه، تبقى باخبار مفرحه زي ما فريق القدم ماشي، ولكن للاسف كل حاجه بتحصل في الوقت الحالي بتقول عكس كده تماما. ايه اللي بيحصل؟ خليني الاول بس عايز اوضح حاجه للي علق قبل اكتر من مره او على جزئيه ان النت بيقطع. هو النت مش بيقطع، هو للاسف انا اللي بقطع فيعني سامحني وسامحوني، هحاول اطور من ده، هحاول اخلي ان الصوت ماشي على طول، وهحاول ان النفس يبقى احسن خلال التسجيل بحيث ان ما يبقاش فيه اي تقطيع. وشكرا على الملحوظه، هحاول اطور فيها من نفسي اكيد. خلينا نرجع للي احنا كنا بنتكلم فيه. ايه اللي بيحصل في الاهلي؟ ان كاس العالم خلص وكان في خبر كالصاعقه ضيع اي متعه واي فرحه واي متابعه لكاس العالم. ملك ياسر يطلع من الاهلي يروح للاتحاد، دي كارثه سودة. كارثه سودة لحاجتين: اولا لانك خسرت ملك ياسر، ثانيا لان انت فضيت، انت ما عادش عندك باور فورورد في الفرق، انت ما عادش عندك لعيبه في مركز اربعه، انت هتخش موسم كامل من غير مركز اربعه. فان انت هتلعب بدون مركز اربعه الموسم، انا مش عارف الاهلي هيحلها ازاي. سربرايز بكره، اخر يوم في سوق الانتقالات في الباسكت، بكره هنقفل ونبدا الموسم. فاحنا شايفين احنا رايحين فين، صح؟ دي نقطه. النقطه الثانيه: انت مش خسرت لاعب بس ما عرفتش تجدد له، انت قويت المنافس باحسن باور فورورد متاح في مصر. مفيش، انا بالنسبه لي مفيش باور فورورد في مصر غير انس اسامه اللي بيلعب اغلب الوقت سنتر دلوقتي، هو اللي ينافس مالك ياسر وباتريك جارنر اللي بره. وطبعا انت مش عارف تجدد لمالك، مش هتروح تجيب باتريك عمر. فكارثه ما بعدها كارثه. خلينا نمشي واحده واحده، نشوف الشكل بتاعنا، نشوف العك اللي حصل كله، العك اللي حصل في تدعيمات فريق الباسكت، العك اللي حصل في التعامل مع ملف مالك ياسر من اول ما جبته، مش بس عشان تجدد له، من اول ما جبته. ماشي، العك اللي حصل في غربله طقم المدربين. الاهلي تيم التدريب بتاعه مش كامل، الاهلي فضى المدربين بتوعه كمان، مش فضى الفريق لوحده. ماشي، في قراراتك انك تمشي 2 باور فورورد وانت طالما مش هتعرف تتنيل تجيب لعيبه، ايه بقى تمشيهم ليه؟ انت فضيت. فخلينا بقى نمشي كده واحده واحده ونشوف الدنيا رايحه فين. بدايه، الاهلي نهى الموسم، خدنا حبه رايحه جايه، لينوس هيكمل، لينوس مش هيكمل، لينوس هيكمل، لينوس مش هيكمل. خلاص لينوس هيكمل. طب لينوس لو كمل معلش، احنا هو مش عايز احمد مهيب، يلا باي باي يا احمد يا مهيب، شكرا يا احمد يا مهيب، ماشي. واحنا هنستغني كمان على الباور فلويد بتاعنا عشان كبر وبتاع، تمام. تمام يا راجل، ده جايب لك بطولتين، ده لغايه اخر لحظه رامي ابراهيم جايب لك حاسم الدوري اللي قبل اللي فات، وكان عامل مؤثر رغم انه ما استعملوش كتير. لا معلش، اصل احنا مش محتاجين هو ابراهيم، خلاص يا جماعه كده كده معانا ياسر وملك ياسر وعمر الشيخ بيلعب 3 و4 واحنا بنجدد دماء الفريق وبتاع. تمام، ماشي، احنا مشينا اهو، ومروان سرحان مشي قبل كده عشان قرر يعتزل، فعندي انا مشيت 2 من مركز 4 وجبت مالك. طب يلا بقى، وبعدين لا مش بس كده، احنا هنعيد تشكيل الطاقم الفني، احنا هنمشي رامي دياستي
هنمشي طارق الغنام، نام تمام، وكده كده لانوس عايز مدرب اجنبي مساعد ليه، فاحنا هنتفق معاه تمام. ايه اللي حصل؟ احنا ما عملناش اي حاجه، احنا مشينا رامي ابراهيم ومروان سرحان اعتزل، وعلى امل ان احنا خلاص بنفاوض اهو يا جماعه، ده احنا قدمنا عرض خيالي المالك، خلاص لا يمكن الملك هيجدد. هوبا مالك ما جددش كمان، هوبا انا ما عادش عندي باور فيرود في الفريق. مين اللي باقي؟ سيف سمير. لو انتم مستعدين وتقنعوني ان انا اخش في سيف سمير الاربعيه الوحيده في الفرقه، يعني يبقى عليه العوض، مع احترامي الشديد والله لسيف وانه اهلاوي وكابتن الفرقه وعلى عيني وراسي، بس اقسم بالله ما ينفع. يعني سيف سمير سكواد بلاير يبقى الثالث باور فورورد وثالث سنتر، يعني ايه؟ يعني معايا اتنين بيلعبوا في مركز اربعه باور فورورد، اتنين بيلعبوا في مركز خمسه سناتر، وسيف سمير بيغطي ده، اللي هو في حاله حد من بيبو او عمر طارق اتصاب يبقى سيف سمير هو التاني اللي بيريحه، عشان ماتش الباسكت مش زي القدم، مفيش لاعب بيلعب الماتش كله، لازم نريح واللعيبه بتتصاب. ماشي. طب الناحيه الثانيه في حاله ان مالك ياسر وعمر الشيخ مصابين، حد منهم مصاب، ده اللي بيريحه، انما مش هو واحد اصلا من الاثنين اللي بيشيلوا الماتش. هو ده دور سيف سمير سكواد بلاير قولا واحدا. او كنت هتخلي رامي ابراهيم يبقى عندك رامي ومالك وسيف، مالك بياخد 20 دقيقه، وال 20 دقيقه الثانيه الاثنين بيبدلوا مع بعض على حسب مين فورمته احسن والكوره ماشيه في ايده، انما ولا واحد فيهم برضه يشيل الفرقه دلوقتي. انت ما عملتش كل ده، انت سبت من كل دول سيف سمير. طيب خلصنا على كده؟ لا طبعا. ماشي. طقم التدريب يا جماعه، طقم التدريب بقى اللي احنا مشيناهم وما عادش فاضل غير احمد الجرحي، واحنا جبنا مودي الجرحي مسكناه قطاع الباسكت، ماشي، لسه بيتعرف على القطاع على بركه الله. عمل حاجه؟ لا. ومش هقدر الومه، الراجل لسه بدري، فكان المفروض طارق الغنام نام يخلص الفتره دي، وبعد كده بعد نهايه الانتقالات دي يخش مودي الجرحي. لا احنا دخلنا مودي الجرحي دلوقتي، يلا على البركه. طيب رامي دياس اللي مشي، ها جبنا بقى مساعد المدرب؟ لا اصل هو جاله عرض ما قدرش يرفضه في اليونان. اه يا سواد، جاله عرض ما قدرش يرفضه في اليونان. طيب بعدين احنا داخلين الموسم حرفيا باحمد الجرحي واللينوس بس. لينوس اللي اصلا احنا عندنا 100,000 تحفظ عليه، ومقتنعين اللي لولا المهاره المرعبه من زاك لوفتن اللي شالت الفرقه احنا ما كناش شمينا بطوله. فاحنا قلنا ان هيجي المساعد يظبط المنظومه الدفاعيه، والاثنين هيبقوا يونانيين وبيعرفوا يتعاملوا مع بعض. لا ازاي؟ ما جبناش. فاحنا داخلين بمدرب ومساعد من غير باقي طقم تدريب، وماشيين اتنين من طقم التدريب، ممشيين 3 لعيبه وما جبناش حد. ولو ضفت مروان سرحان يبقى مشيت 4 وما جبتش. قائمه الاهلي 10 لعيبه يا جماعه، هنستعرضها، بس قائمه الاهلي 10 لعيبه، ولو شلت منهم ناشئ قائمه الاهلي 9 لعيبه السنه الجايه. قائمه ما تودكش اخر الشارع، بس بالراحه خلينا نمشي واحده واحده. ده الفكره. فده اللي حصل في جزئيه التعاقدات. ايه اللي المفروض يحصل او ايه اللي المفروض يتم؟ معلش هو الفيديو ممكن ما يبقاش مرتب شويه، بس انا حقيقي ما كتبتش فيديو، انا طالع بتكلم وفقا للسيناريو اللي انا فيه دلوقتي، وفقا للحظات اللي احنا عايشينها. خلينا نتكلم الاول على السيناريو اللي حصل في مالك ياسر. اتقال ليه مالك ياسر ما جددش؟ مالك ياسر اتقال اولا ان هو ما جددش عشان خاطر اتقال له من المدرب او من حد من طاقم التدريب، الله اعلم، ان المدرب مش عايزه فاللاعب قرر يمشي. اتقال انه اتضايق واتقمص ان هو طلع من قائمه بال اتقال ان هو اتعرض عليه عرض اكبر من الاتحاد السكندري، واللي هو مش هنضحك على بعض، هو كان معروض عليه 4 مليون في الاهلي، اتعرض عليه في الاتحاد 6 من الاخر، وفرق 2 مليون كتير الصراحه راح. دي 3 حاجات اتقالت على مالك ياسر. خلينا نمسكهم حاجه حاجه. هل لينس جوفارديول مش هيعوز مالك ياسر في الفرقه؟ ده كده قولا واحدا كده. ليه؟
لو بصينا لدينيس جفارديول واللي هو طريقة لعبه، الراجل ده ما بيلعبش ب لا فريق بيج مان، هو ما بيحبش البيج مان، هو على عكس اوجوستي هو بيحب اللعيبه الخفيفه الحركه، فهو بيحب اللاعب حتى الباور فورورد بتاعه او السنتر. ومالك ياسر في اوقات اصلا لينس كان بيلعب بسنتر عشان وبيلعب بعمرو الجندي باور فورورد عشان خاطر يبقى الفريق كله بيعرف يشوط، بيسيب تحت الباسكت خالص وبيلعب على القوس قوس. مالك ياسر بيعرف يشوط ثلاثيات كويس، مالك ياسر ريباوندر رائع، وكان تاني اعلى ريباوندر بعد انس اسامه، وكان بياكل ريباوندر في دوري السوبر، كان تاني اعلى ريباوندر ده معانا في التصفيات الاولى في البال بعد اوسيفو، اوقات كان بيتفوق عليه. فانت بتتكلم على لاعب عنده المهاره دي كلها، لاعب خفيف، لاعب سريع، فده طريقه لانس، ده مستحيل ما يعوزوش. طيب دي النقطه الاولى. طيب النقطه الثانيه، خروج ملك ياسر من قائمة البال هو كان خروج مفاجئ، كان خروج غير مبرر، وبالذات ان اتقال كمان وقتها ان اللاعب مصاب، وابتدى يتقال كلام ما كانش حد عنده الجرأة ان يقول ان هو اللاعب ده مستبعد لاسباب فنية. برضو طلع وقتها كلام ان احمد الجرحي رايح للانوس عشان يقنعه عشان ما ينفعش اللاعب يخرج، وان لانوس اللي اصر. فده علامة استفهام. هو والسؤال هو اصر على حساب مين؟ يعني بالتراتبيه بالنسبه لي لو كان في تقال ان انا اخرج بيبو زهران عشان عمرو زهران في بعض الاوقات ممكن ما يبقاش احسن حاجه، فالكلام كان انه مدى تاثير عمر طارق في البال كان ضعيف جدا، تاثير ملك ياسر اعلى، ولا هل احنا لا نرجو ان احنا نمس حد زي عمر طارق لان بيبو كان تاثيره اعلى؟ هو ده الكلام. هو تم اختيار ملك ياسر بناء على ايه؟ وايه العقل في لاعب انت جايبه 6 شهور بتحاول تقنعه انه يكمل معاك تستبعده؟ طب انت شايفه مش مهم، ما كنتش جبته من اول ال6 شهور. فطبيعي ان ده يخليه يزمزق، وبالذات ان انت بتكمل على المدرب اللي انت بتقول له ان المدرب ده هو اللي استبعدك. طب انا هثق فيه تاني ازاي؟ يعني انا هثق فيه تاني ازاي؟ هثق فيه اما اجي العب البال الجايه تاني هلعب، هيلاعبني ولا لا؟ لان انا عايز ارجع الجيليك تاني وعايزها تبقى بوابه ليا. مالك ياسر في الاخر رايح مع الاتحاد سنه على فكره عشان تخلص، لو في فرصه يرجع الجي ليج يرجع، وطول الوقت عينه على بره. في دي نقطه الاهلي ما عرفش يتعامل معاها. انت بتتعامل مع مالك ياسر كلاعب محترف زي ما انس اسامه كان بيتعامل مع الزمالك انه لاعب محترف انما جو ابن النادي وابن الكيان واصل خيره عليه ومش خيره عليه، انسوا، ما عادتش موجوده دلوقتي. خلي بالك في النقطه دي وانت بتتعامل مع اللعيبه، انت بتتعامل مع لاعب محترف، فايدته ومصلحته فين، ومصلحتك لازم تتلاقى مع مصلحته عشان تعرف تضمن وجوده. فدي نقطه. اخر حاجه اتقال لا عشان خاطر المكاسب الماديه، وانه في الاتحاد هياخد 6 مليون صافي. لو 6 مليون صافي ده رقم كبير، ال 4 مليون اللي هياخدهم في الاهلي بعد الضرايب مش هيكملوا 2 ويك، فانت بتتكلم على عقد تقريبا 3 اضعاف. ده رقم كبير، رقم كبير قوي. وهنا بفتكر برضه عشان الناس اللي بتهاجم، وهنا مش بدافع على مالك ياسر، بس خلينا نتكلم بمنتهى الواقعيه. انس اسامه عملها قبل كده ومنتهى البروفيشناليزم. حبيبي يا زمالك انت انا عقدي جاي من الاتحاد 12 مليون في جيبي ولا 10 مليون صافي في جيبي، هروح اخدهم، هتقدر تدفعهم؟ لا، باي باي. وده اللي مخليك لحد النهارده مش عارف تجيب انس اسامه. انس اسامه كان فري الصيف ده على فكره، انس اسامه عقده خلص مع الاتحاد الصيف ده وجد. ليه؟ لانك انت مش هتقدر تدفع له. فكان الحل انك تخلي مالك، لان مهما كان طلبات مالك ياسر الماديه كانت هتنفع تروح وتاخد وتدي فيها. هنا الغلط في التعامل مع ملف مالك ياسر. في بقى كارثه في ملف مالك ياسر من بابه اللاعب اللي بيطلع من نادي ويطلع بره في الجي ليج والفريق بيسيبه، بيبقى هو الفريق ما بيبقاش له اختيار، لو جاله هو بيروح، الفريق ما يقدرش يمنعه. بس بيبقى في حاجه اسمها حق الرعايه. اللاعب ده لازم لو رجع مصر على الاقل يلعب سنه الاول في فريقه قبل ما يرجع على فريق تاني. فانت حضرتك لما رحت رجعت مالك ياسر رحت رجعت 6 شهور،
يا حبيبي يا تمضيه عقد سنتين 3 على الاقل، يا ما تجيبوش خليه بره على الاقل تضمن انه ما يروحش للمنافس بتاعك. هو انت عبيط؟ يعني سبحان الله ما فيش اي كيو بربع جنيه. عشان كده حضرتك ادم موسى في الزمالك اما رجع على الزمالك ما ينفعش اي فريق تاني ياخده. خلص الموسم كده تقدر تعرف تاخد وتدي معاه. فصلوا على النبي كده ونعقل، احنا من الاول غلطانين. ده جايين دلوقتي نقول لا اصل احنا هنمنعه يلعب في الاتحاد، اصل ده لعب معايا من يناير ما لعبش معايا من اول السنه. موت بقى انت وهو في اللوائح ويلا ربنا يوفقكم من الاول يا بيه. يا يرجع على الاقل سنتين ونص اللي هي من يناير دي وسنتين كمان، يا لا خليك بره. ما خلاص. فده الوضع في ازمه ملك ياسر. وبرضه ما بحبش جو شيطنه اللاعبين. انت اتعاملت وادرت الملف بشكل سيء، فمش عشان تداري مدى سوء اداره حضرتك للملف نشيطن اللعيبه. العاب الصالات مش زي كره القدم، سواء طايره، يد، باسكت، اللعيبه بتروح وتيجي. احمد اسماعيل لعب في الزمالك وبعدين لعب عندنا وبعدين رجع الزمالك تاني وكنا بنفاوضه كان ممكن يرجع. مين تاني عندك لعيبه كتير فاللعيبه بتروح وتيجي. دول في الاهلي والاتحاد والاهلي بيبو يا رب مش دول. فاللعيبه رايحه جايه الدنيا بتمشي، فعادي جدا ممكن مالك يرجع لنا تاني كمان شويه. فبلاش نشيطن الامور، لان في اوقات ممكن يكون مشاكل مع مدرب، مشاكل مع تعامل وضع اداري، فده الوضع. فده كان التاني. النقطه الثانيه في مساله برضو انا لسه في فقره يا جماعه، معلش هو الفيديو ده طويل حبتين 3. في فقره عن قوائم الانديه، اهلي زمالك اتحاد، عشان نعرف البؤس اللي احنا داخلين عليه. بس دي خليها للاخر بقى. بس خلينا دلوقتي نتكلم على الانتقالات. طول الوقت اداره الاهلي في ملف الباسكت بتكذب على الجمهور، وانا اسف اني بقول كده، بس في كذب وضحك على الجمهور بشكل بشع. هتقول لي ليه كده وليه انا مش هصدق اي روايه هتطلع من الجهه الرسميه في الاهلي في ملف ملك ياسر؟ عشان اللي حصل في عمر الشيخ وملف عمر الشيخ من اول البال لحد دلوقتي. اداره الاهلي سربت من خلال كل المقربين ليها ان عمر الشيخ الحاجه الوحيده اللي منعاه والاهلي مخلص الجرين كارد وانه ما ينفعش يطلع من امريكا. عمر الشيخ مضى في دوري اوروبي وخلاص شكرا على كده. يعني مش فاكر دوري تشيكي او حاجه زي كده، وعمر الشيخ رسمي فيه ولا دوري بلغاري، يعني مش فاكر الدوري تحديدا، وهيلعب السنه. فمعناه انه هيطلع من امريكا عادي. فمعناه انك ما كنتش هتتعاقد عمرك مع عمر الشيخ. فالخلاصه في الجزئيه دي تحديدا الاداره، وكانت متقاله من بدري وكانت واضحه حتى في تدعيمات البال، واخده قرار واضح ان هي هتقلل الصرف. فانت مش هتعرف تجيب عمر الشيخ اللي كان بيلعب في الجي ليج او وبيلعب في اوروبا من غير ما تصرف، من غير ما تدفع. فمن الاخر كده قول من الاول انا حدودي ما تجيبش الناس دي يا جماعه، فمش هروح لها. وكنا دخلنا بقى على صفقه زي احمد ياسر ريحان، دخلنا على صفقه زي ياسر صالح، مشينا نفسنا شويه اللي احنا نضمن شويه ان اللعيبه دي تسد معانا. دخلنا على احمد سامي، فخلينا نشوف الدنيا دي. يعني كنا بصينا بقى على المحليين وعلى قد ايدينا، ماشي، حافظنا على لعيبتنا شويه، ما فتحناش ايدنا في البحر يلا انت امشي ويلا انت امشي ويلا انت امشي، انما ما نقعدش نضحك على بعض. فانت ضحكت على الجمهور في صفقه عمر الشيخ وان انت مخلصه، فانا هصدقك ليه في التعامل مع ملف ملك ياسر؟ قول لي يعني. بلاش تعامل الاهلي في صفقات في فريق السله سيدات، مفيش. احنا بخلاف صفقه وحيده جبناها في مركز 5 عشان غنيم الجداوي لو مشت ما كانش هيحصل اي صفقات. ما عرفناش نجيب مارادونا، ما عرفناش نجيب هلا الشعراوي، والاثنين كانوا فري.
بص على تدعيمات سبورتنج السنه دي بتقول لك ان سبورتنج هياخد الدوري السنه الجايه برضه، فانت مش ناوي تصرف، فبنضحك على بعض ليه؟ ماشي، انت وما صرفتش في اليد وما صرفتش في الطايره، هو سياسه ونهج. الاداره مراهنه على التدعيمات القويه في فريق الكوره ونجاح فريق الكوره هيلهي عن ده، بس احنا بنعشق الصالات وبنعشق الفرق دي، فعيب. فدي نقطه. خلينا بقى نتجاوز الملف ده ونخش على قوائم الفرق. انا هخلي قائمه الاهلي اخر قائمه. خلينا نبدا بقائمه الزمالك. انا هبدا كده من الايه بالترتيب شويه. هبدا من الزمالك اللي خد مركز ثالث. القائمه قدام حضراتكم. ادم موسى على البوينت جارد، احسن بوينت جارد في مصر دلوقتي قولا واحدا، احسن حتى من ايهاب امين بمستوى ايهاب امين الحالي مع عمر عزب. عمر عزب برده من اللعيبه زي ما كنت بقول لكم، في لعيبه بتلعب في اكتر من نادي. عمر عزب لعب في الاهلي، لعب في الزمالك مالك، فهو بيلعب على البوينت جارد والشوتنج جارد. مع مازن العزازي على الشوتنج جارد، مع عمر هشام على الشوتنج جارد والسمول فيرود، معاهم مهاب ياسر على السمول فيرود، اسماعيل مسعود على السمول فيرود. الزمالك بس السنه اللي فاتت عزز بادم موسى واسماعيل مسعود، صفقتين من العيار تقيل جدا ومؤثرين جدا، وعزز معاهم كمان بخالد عبد الناصر على الباور فيرود، محمد يونس على الباور فيرود، احمد سامي صفقه جديده على الباور فيرود، ودي الى الان صفقه الزمالك الوحيده. احمد اسماعيل على السنتر، محمد اسماعيل على السنتر. فقائمه الزمالك دلوقتي فيها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لاعب كبار مؤثرين. الزمالك طور نفسه بمدرب فريق الاتصالات سولي اللي كان عامل اداء كبير جدا جدا جدا. ده الكلام دلوقتي ان الزمالك فاضل له صفقتين، واحده منهم بيحاولوا فيها بفارغ الصبر حمد فتحي اللي هيقفل لك تحت السله خالص. تخيل ان تحت السله بتاع الزمالك هيبقى حمد فتحي واحمد اسماعيل وخالد عبد الناصر واحمد سامي. عندهم خالد عبد الناصر واحمد سامي على الباور فيرود، واحمد اسماعيل بيعرف يلعب باور فيرود، ومحمد ابراهيم ومحمد فتحي سناتر. صباح الفل، انت ما عندكش حد يسد قصادها. نخش بقى على ايه تاني؟ انت غير صفقه حمد فتحي هم عندهم حاجه من الاثنين، يا هيعرفوا يجيبوا البوينت جارد بتاع المصريه للاتصالات، ما عرفوش هيروحوا يجيبوا يوسف شحاته. الزمالك هيخش بقايمه شبه متكامله مع ابداع سولي واداءاته مع المحترف اللي لسه جاي. فالزمالك عنده تكامل وما عندوش نقص في اي مركز. مركز باور فيرود متغطي بثلاث لعيبه، مركز السنتر الى الان متغطي باثنين وممكن يبقى متغطي بثلاثه، مركز السمول فيرود متغطي بثلاثه منهم مهاب ياسر واسماعيل مسعود، اثنين من العيار الثقيل جدا جدا جدا، ده والاثنين منتخب مصر اصلا دلوقتي. عنده البوينت جارد احسن بوينت جارد في مصر، فاشرب. خش بقى على قائمه الاتحاد. دي تقفل دوري لوحدها. البوينت جارد ياسين ياسر دفاعيا قوي جدا، دولة هجوميا قوي جدا، يوسف رفعت بيلعب بوينت جارد وشوتنج جارد شاب ولسه صغير يريح الاثنين ولو حد فيهم مصاب، فمأمن البوينت جارد بثلاثه. يلا اللي بعده ميدو طه على الشوتنج جارد. مستوياته زي الزفت، بس لو جاب فورمه هيقتلك. ما جابش عادي جدا. في يوسف رفعت ودول يلعبوها، في المحترف يجي ويلعبها عادي جدا جدا. خش على السمول فيرود، عندك شوشه، عندك ياسر صالح، برضه ياسر صالح بيعرف يلعب سمول فيرود وشوتنج جارد. ضموا احمد ياسر ريحان على السمول فيرود عشان خاطر تراجع مستوى شوشه. عنده باسم الليسي بيلعب سمول فيرود وباور فيرود. عد بقى، انا عايزك تعد تحت السله عند الاتحاد اللي بقت فاضيه عند الاهلي دلوقتي. عبد الرحمن خالد بيلعب باور فيرود اساسا وممكن يزق سنتر. علي بيلعب باور فيرود وسنتر. كيجو اللي انت ما خدت منهم بيبو راح جاب كيجو في الحال باور فيرود وسنتر. انس اسامه باور فيرود وسنتر، واحسن باور فيرود وسنتر في مصر حاليا هجوميا كمان تحديدا. ملك ياسر باور فيرود وسنتر، اللي هو كنا بنقول ان هو النسخه اللي لسه ما حصلهاش ابجريد عشان توصل انس اسامه. انت متخيل ان ملك ياسر الوحيد اللي كان بيحاول وبيعرف يدافع شويه على انس اسامه، الوحيد اللي كان بيعرف ياخد الريباوند. يا جماعه جمهور الاهلي اللي بيكابر اللي يقول لك
ما ينفعش جمهور الاتحاد يقول لنا اصل صفقه ملك ياسر زي صفقه بيبو. لا دي قلعه، دي قلعه. حضرتك هو فضلك مركز وخد منك بوتنشال لاعب. هو هيقارن باحسن لاعب في مصر دلوقتي انس اسامه كمان سنتين، عشان انت مش هتقدر تجيب انس اسامه وتدفع له مرتبه الكبير. فانت اما خسرت ده تقول لي مش هي على الاقل هو اما طلع منه بيبو كان لسه عنده انس اسامه، ضم عبد الرحمن خالد، ضم كيجو، فعمل الفورمات. ما فضيش. انت هتلعب بسيف سمير يا ريس، انت فاهم انت فين؟ هتلعب بسيف سمير، ده قتلك. دي القايمه بتاعت الاتحاد، 13 لاعب مش محتاجين والله العظيم محترف، وهيكسبونا ويكسبوا الزمالك وهيكسبوا الدوري. يعني لازم كابتن احمد عمر يعمل ولا كابتن احمد عمر يعمل كل الموبقات عشان خاطر يخسر. يعني ده لو ما جاش الماتش وساب اللعيبه دي تلعب لوحدها هيتكسب برضه في ظل قائمتنا يعني. طيب اخيرا بقى هات لي قائمه الاهلي عشان نقعد نضحك مع بعض. البوينت جارد ابراهيم هشام اللي ما بيشمش الملعب، ماشي. مؤمن طارق خيري اللي ما بيشمش الملعب واللي طالع من الناشئين. محمد طارق خيري، دول احنا بنتكلم في البوينت جارد والشوتنج جارد. ابراهيم هشام بوينت جارد بس، انما مؤمن ومحمد طارق خيري بوينت جارد والشوتنج جارد. محمد طارق خيري لسه ناشئ وزقنا لك القايمه بالعافيه. ايهاب امين اللي بيقدم اسوأ مستويات ليه على الاطلاق، اللي كل 20 ماتش عقبال ما هيديك ماتش يعدي فيه ال 20 نقطه وبعد كده هيديك 3 نقط، وهنفضل نضحك عن اداؤه الدفاعي بس. بعد ايهاب امين مين؟ خش على كده، دول مركز 1 و2، يعني الموضوع باين احنا فين. بعدها خش بقى على مركز 3، ده المركز الوحيد الكويس في الاهلي، بيبو زهران، عمرو زهران، عمرو الجندي. خش على مركز 4 سيف سمير بس. خش على مركز 5 السناتر، بيبو ابو العلا وعمر طارق. قائمه الاهلي خلصت يعني 10 لعيبه، منهم ناشئ هينضم لاول مره، منهم مؤمن طارق خيري اللي ما بيدافعش كويس وما بنقدرش نعتمد عليه، منهم ابراهيم هشام اللي بقاله سنتين في الاهلي ما قدرش يثبت نفسه، كان في ناس اصلا طالب بمشيان. هي دي القائمه اللي انا هنافس بيها الموسم كله. احنا في وضع منتهى البؤس. دي قائمه بتقول لك ان انت من اول ما انت داخل الموسم انت كده كده خسران الموسم، فانت قاعد بتدعي يا رب ما اوصلش نهائي واخسر. لا انا عايز اخسر من بدري، عايز ابقى مركز ثالث مركز رابع عشان ابقى معايا الثلاث تنقلات عشان اجيب 3 لعيبه. الاهلي دلوقتي قدامه ايه؟ الاهلي دلوقتي المفروض مش يخسر بصفقه، الاهلي المفروض يخسر بصفقتين 3. الاهلي دلوقتي محتاج 2 على الباور فورورد. انا عايز بس اديك معلومه بسيطه. الاهلي السنه اللي فاتت بيبو اتصاب مده طويله، عمر طارق من اسرع اللعيبه اللي بيعمل فاول تيربل، فانت هتلاقي ان انت في الماتش كله ممكن توصل ان انت ما عندكش 2 سناتر، عندك عمر طارق بس هياخد الفاول تريبل، يبقى سيف سمير المفروض يلعب، هتلاقيك هتلعب من غير باور فورورد، هتروح منزل عمرو الجندي في سنه ده يلعب الماتش كله. احنا في حته ضايعه. ايه الاوبشنز المتاحه دلوقتي؟ احمد اسماعيل جدد مع الزمالك. الاتحاد خد منك ملك ياسر، انت المفروض تجري تمضي ادم عفيفي، مستوى حلو بقى مستوى وحش مستوى زي ايا ما يكون احنا ونصيبنا زي البطيخه، فانت هتمضي ادم عفيفي عشان يبقى معاك باور فورورد، على الاقل يبقى عندك في كل مركز 2 وربك يسترها ما حدش يتصاب. اتمنى ان احنا المفروض نكسر بصفقه كمان ونحاول نشوف اي حد محلي يمضي معانا على مركز الباور فورورد، برضه بيلعب باور فورورد وسنتر، فنضم شويه. اخيرا برضه ممكن تعمل ايه؟ ممكن نخش ملف اولادنا اللي في الخارج، بس انت ما بتدفعش فمش هنضحك على بعض. يعني كله رجع يقول لك اصل احنا هنجيب عصام تامر ومش هتتحسب صفقه، انت مش هتجيب حد. اتمنى ان احنا نجيب عصام تامر، يا ريت تبقى اتحلت من عند ربنا، بس صعب قوي، صعب قوي بالنهج اللي احنا ماشيين عليه. فدي الحدوته بتاعتنا.
ده وضع الفريق. عمر ما في فريق بينافس ب9 لعيبة و9 لعيبة مستوياتها في نجومنا منهم متراجعين. عمر طارق مستواه راجع وسنا كبر. عمرو الجندي سنا كبر، ومع تراكم الماتشات لانه كده هيلعب دقايق كتير قوي قوي قوي، مش هتعرف تريحه لان انت ما عندكش رفاهيه انك تريحه، لانك هتلعبه باور فورورد كده كده بدل ما كان بيبدل معاه بيبو زهران وعمرو زهران. ويا بقى لا، عمرو زهران اصاباته كتير. عمرو زهران الموسم اللي فات كله مصاب، فهتضطر ان انت عمرو الجندي يلعب 3 هو وبيبو زهران بس. فالوقت اللي عمرو الجندي هتريحه من مركز 3 هتوديه يلعب 4، الوقت اللي هتريحه من مركز 4 هتوديه يلعب مركز 3. يعني عمرو الجندي المفروض يلعب دلوقتي على الاقل كل ماتش 33 دقيقه. انت متخيل احنا فين؟ ايهاب امين لا يعتمد عليه، وهتراهن انه يرجع الفورمه. واحنا كان اعتمدنا على ايهاب امين اللي هو جرينتا وانه يدوس على نفسه دفاعيا، انما هجوميا مش هيشيلك. ما عادش عندك حد اي حلول هجوميه. ما عندكش رفاهيه المحترف اللي هيجي زي زاك لوفتن خارق، لان الدوري السوري والدوري اللبناني دلوقتي شغالين، ومش هتحصل معجزه ان الدوري اللبناني يقف تاني فتعرف تجيب محترف بسعر قليل وانت ما بتدفعش عشان تجيب محترف بسعر كبير. دي كل الحدوته بتاعت التفاصيل دي كلها. فدي دي النقطه. اخيرا بقى، انا في قائمه الاهلي اللي انا قلتها، انا عايز حد يقول لي صفقه اتعملت للاعب كبير له اسم دخل النادي من بعد وفاة ورحيل الله يرحمه صاحب مجد وإنجاز فريق السلة الأهلي لحد النهاردة، العمري فاروق. آخر 4 صفقات قوية للنادي الأهلي أو 3 صفقات قوية تحت 4 صفقات، كان أحمد مهيب، كان إيهاب أمين، كان عمر طارق، كان عمرو الجندي. الصفقة الوحيدة اللي من بعدهم هي بيبو أبو العلا بس. فأنت من بعده ما بتعملش صفقات. عمرو زهران من قطاع الناشئين بتاع النادي، بيبو زهران من قطاع الناشئين بتاع النادي. فانت ما بتعملش اي صفقات، ما بتاثرش. رامي ابراهيم كان خلاص فري وجي سد شويه ومشيت. الصفقه اللي شويه ملك ياسر ما عرفتش تحافظ عليها وراحت للمنافس. انس دخلت فيه ما عرفتش تخلصه. فاحنا محتاجين نفهم ان انت لولا الصفقات دي هي اللي ركبتك الباسكت في مصر. ومن ساعتها انت ما بتحاولش. فانت رايح لان انت ترجع تاني لسنوات الباسكت العجاف. مع كل احترام للاهلي بمن حضر وروح الفانيلا، واللي يشترينا يشتريه، والاهلي ما بيقفش على حد. يا سيدي الاهلي ما بيقفش على حد، بس ما وقفش على مالك، هات بديله. انما انت مش هتجيب بديله، انت ما بتحاولش ومش مستعد تدفع عشان تجيب بديله. والباسكت كواليتي، اللاعب الكواليتي هو اللي هيفرق معاك. ايهاب امين لما كان فورمه كان فارق معاك. زاك لوفتن بالكواليتي بتاعه جاب لك دوري سوبر ووداك تلعب بال تاني سنه. ايهاب عمرو الجندي بالخبره بتاعته هو اللي دخل حتى اخر باسكت وحسم لك السلسله. الباسكت كواليتي، ومن غير كواليتي مهما تعمل مش هتنجح، وخاصه مع مدرب زي لينس جوارديول بيعتمد على مهاره اللعيبه اكتر من التاكتكس بتاعه اصلا. ده خلاصه الاهلي. بكره اخر يوم في القيد، والله حصل حاجه جديده هنطلع بفيديو ونقول اللي حصل ده ممكن يوصلنا لغايه فين وممكن يعدل الدنيا ولا لا. رغم ان هي فعليا بقيت محتاج معجزه، لان ال9 لعيبه انت محتاج تزود 3 لعيبه عليهم عشان تقدر تناطح اللي بيحصل، وبالذات مع تدعيمات الاتحاد، تدعيمات قويه قوي قوي قوي، ومع فريق طموح جدا للزمالك، وبالذات لو ضم فعلا حمد وعالي من المصير الاتصال. فخلينا نشوف لو في جديد هنطلع، لو ما فيش جديد ملهاش لازمه حرق الدم يا جماعه. وشكرا جدا ليكم.